السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي كويزي نعيم مطبخ نعيم. اليوم جيت نبارطاجي معكم مقلوبة على طريقة تركية سريعة التحضير ليه وانتم حضرتوها، والبنة ممتعة، يعني حاجة واحدة أخرى صح تستاهل خاصة في رمضان بإذن الله. يعني بنة تقهم وما تشتش في التحضير. الوغ قبل ما نبدا ما تنساوش تخلوا لي جيم ابوني، بارطاجوا لي هاد لا فيديو مع الحباب هكا بتكبر القناه تاعي ومام الناس تتعرف عليا. نروحوا نشوفوا الطريقه واش نسحقوه. الحاجه الاولى راح نوجدوا الرز، يعني نديروه على جهه، ابخي نكملوا يعني الوصفه. الوغ ما تعطيوهاش وتبعوا الخطوات. في طاجين عندي حبه بصل من حجم كبير، طوماطيش تاني حبه شويه متوسطه، زوج فصاص توم، شويه قزبر معدنوس كنت قطعتهم قطع صغيره، وعندي دجاج. جماعه اذا ما كانش متوفر عندكم الدجاج ما ديروش. الوغ ندير شويه زيت باه نقلي الدجاج تاعنا مع البصل، ونضيف عليها التوابل: فلفل اسود، زعفران، فلفل احمر، كمون، راس الحانوت، كرويه، قزبر بودر، ومام زريحة البسباس بودر. ونضيف مغرف مش معمرة غاية ملح، وبيان سور مغرف كبيرة. جماعة اذا ما تبغوش الكروية في الماكلة ما ديروهاش. فوالا نخلط مليح يعني حتى يدبل الدجاج. ابخي نضيف عليها نص كاس روز، بيان سور الروز كنت غسلته وخليته ينشف براحته. ابخي نضيفو على الدجاج تاعنا، نخلط مليح ونخليه يتقلى غايه الدجاج مع الروز. ابخي نضيف عليها نص مغرف طوماطيش مصبره او طوماطيش تاع القوطي، ونخلط غايه. من بعد ندير الماء يكون سخون باه ليه يطيب لنا الرز، يعني ما يطولناش مام الدجاج، ونغطي عليه ونخليه يطيب براحته. من جهه راني نقلي في البطاطا، كنت قطعتها رونديلات. ابخي ما كملت من البطاطا راح نقلي الدنجال، كنت قطعته بالطول بهالطريقه. فوالا الروز تاعي بدا ينشف، خليه تاني ينشف غايه. ابخي قطعت طوماطيش رونديلات نقليها. جماعه درت لهم غير الملح. اي فوالا الروز اللي كنت خدمت به هاد الباكيه، يعني متواجد في المحلات ما يهمش الروز. فوالا اني طفيت على الرز نشف كامل، شوفوا معايا. ودروك نجيب المول اللي راح نخدم عليه المقلوبه. الوغ انا عندي هذا السيليكون، راح ندير عليه سنيوه تاع حديد، يعني باه المقلوبه ما تطيحليش. فوالا الدجاج راح نستفو كامل على المول سيليكون. ابخي نقلبها على بيها سموها المقلوبه. فوالا فوالا نستف كامل الدجاج من في الوسط، ما نخليش الفراغ، لازم كامل نغطيه. فوالا ابخي ندير الرز. ابخي نضيف صدر دجاج كنت فتتو بهالطريقه على الرز، نمشيه كامل. فوالا ونزيد طوماطيش اللي كنت قليتها. فوالا نزيد تاني الدجاج من الفوق، وفي الاخير ندير البطاطا نمشيها كامل بهالطريقه. يعني الطريقه راهي واضحه كما قلت لكم، سهله ما تصدقوني بالخوف وانتم حضرتوها. ودروك نغلقها بالدجاج بهالطريقه. انا ما قدنيش الدنجال في الوسط، الوغ رابيت عليه الفخوماج. نتوما اذا قدتكم يعني ما ديروش فخوماج. الوغ انا رابيتو وما مشد لي، يعني كي قلبتها عادي ما غبنتنيش وما تحلتش. نديرها في الفور 5 دقائق هكاك. ابخي نقلعها، ما غاديش يعني كلشي راه طايب ما راحش تشتكم. ودروك راح نقلبها في الاسيات، شوفوا معايا. ونزينها بسوريز في القرونه. التزيين يبقى اختياري، تنجمو ديرو معدنوس، تنجمو ديرو
يعني اللي عندكم زينوا بها. اي فوالا هاو ليكم الشكل النهائي تاع مقلوبه. بيان سور ديجا يرفد الزيت مره ونشفوه، وصدقوني روعه صح تستاهل. وراح نقسم لكم كيفاش تجي من الداخل بزاف بنينه. انا معنيه غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، وان شاء الله وباذن الله نتلاقاو مع وصفه جديده، طريقه جديده. اذا جربتوها قولوا لي رايكم في التعليقات، اسكو عجبتكم ما عجبتكمش، رايكم يهمني. تهلاو في رواحكم، سلام.